أنا اسمي نسمة، متجوزة وعندي 3 أولاد. للأسف أنا شايلة كل مسؤوليات البيت لوحدي. جوزي تقريبا ما يعرفش أي حاجة عني أنا ولا عن الولاد. البيت بالنسبة له زي لوكاندا، يقوم الظهر يلبس ويقول رايح الشغل. شغله بقى بيخلص امتى أنا معرفش، الله أعلم. ولما حتى أتصل بيه وهو بره البيت لا ما بيردش. بس هو الحقيقة يعني أول كل شهر بيسيب لنا مصاريف البيت، بس ما يعرفش أي حاجة حقيقي عن حياتنا. أنا اللي باعمل كل حاجة، أتابع الولاد وأعرف رايحين فين وجايين منين وكلموا مين ومحتاجين ايه. كل حاجة حرفيا أنا اللي بعملها. تقدري تقولي هو يعني موجود كده منظر كأنه مش موجود. دماغه دي مش معانا خالص. حتى لو في مثلا صنايعي أو حد جاي يعمل حاجة في البيت أقوله خليك معانا، يقولي لا لا هو هياكلك، ولا ليه دعوة بأي حاجة. لو اتصلت بيه مثلا وفي مشكلة للولاد يقولي اتصرفي، ماليش دعوة، خليني أنا مركز في أكل عيش. في العيد يسيبنا وينزل يقول هشم نفسي شوية. طب واحنا؟ يقول لا اخرجوا انتوا مع بعض، ملهوش دعوة بينا خالص، رامي كل حاجة فعلا عليا. وانا ساعات بتعب، ببقى مش قادرة اكمل، بس بستحمل غصب عني. هسيب كل ده على مين؟ ومش عارفة ازاي اخليه يتحمل مسؤولياته، مش عارفة ازاي اخليه يفعل دوره جوه البيت. الحقيقة مش عارفة أقولك إيه. خايفة أكون بقسو عليكي لو قلتلك من الأول أنت ما حملتوش المسؤولية، لأن ما هو برضو ممكن يكون كان بيشتغل. بس أنا برضو مش فاهمة شغل إيه اللي حتى في العيد مش عايز يقعد معاكم فيه ده. أنا لازم أسأل برضو عن علاقتك بجوزك شكلها إيه. محتاجين نتكلم أكتر من كده شوية، لأن ممكن يكون عدم وجوده في البيت ده له علاقة بمشاعركم انتم تجاه بعض. كونك شايلة كتير وهو ما صدق، طبيعة الرجال اللي تشيل بتشيل. فيمكن كانت الغلطة انك انتي شيلتي كتير. ازاي يرجع بقى بالطريقة دي عن ان هو يتواكل كده؟ محتاجة انك، انا مش عايزة ابقى شريرة يعني، بس محتاجة تعي شوية. اعي شوية كده، اعي شوية وما تروحيش عند مامتك. واحتاجي حد يقعد بالولاد، خليه يقعد بولاده كام يوم، ما تجيش على نفسك. خليه يجرب يومين 3 من اللي انت بتعمليهم. شوفي اي فرصة، اذا كان ينفع اتوفى عندنا حد، تسافري مع بابا، تروحي مع ماما للدكتور، اي حاجة. لازم يجرب يومين 3 من اللي انت شايلاه. حتى لو ما شالش معاكي بعد كده، على الاقل هيقدر المجهود اللي انت عاملاه. الومك انك انت شلتي، الومك بسيط، بس مش هقدر انسى انك وغصب عننا اللي بينقص ولادنا احنا بنعمله، حتى لو كان مش المفروض ان احنا نعمله. معانا رسالة صوتية، نسمع كده. صحيح، المثل اللي قال إن ورا كل امرأة قوية ومستقلة راجل ضعيف ومخسع ده كان عنده حق قوي. حلو المثل ده، جبتيه منين؟ أنا جوزي راجل شخصيته ضعيفة وملوش أي لازمة، عشان كده أنا في البيت دايما الكل في الكل، رأيي أنا اللي بيمشي ومفيش حد بيعمل حاجة من الولاد غير لما يرجع لي فيها. يعني زي ما بيقولوا كده، الكلمة كلمتي والشورى شورتي. حتى لو في مشكلة مع الجيران ولا الأهل بيكلموني أنا فيها، الكل بيتعامل معايا وكأن أنا فعلا راجل البيت. تصوري، حتى جوزي لما بيحصل له أي مشكلة ولا حد بيزعله أنا اللي بجيب له حقه. الجيران وقرايبنا بيقولوا عليا strong independent woman، لكن أنا اللي وصلني لكده إن جوزي راجل غلبان قوي في نفسه، ما بيعرفش ياخد أي قرار وبيخاف قوي من مشاكل. لكن ولادي لما ابتدوا يكبروا بقوا بيعاتبوني وكأني أنا اللي اخترت أكون في الوضع ده. قوليلي، هو أنا كده غلطانة؟ طب أعمل إيه علشان أعرف أرضي ولادي؟
هو طبعا يعني انتي مش غلطانة، لكن هو يعني نقدر نقول الدهاء معرفش سكته ليكي. عادة لما يكون الأب شخصيته ضعيفة بالصورة اللي انتي سردتيها عليا، احنا قدام الأولاد بنقول ايه؟ بابا قال نعمل كذا، بابا وافق نروح النادي، بابا قال لازم نذاكر، بابا جاب الهدية دي. ما بنحاولش نبين الواقع ان بابا ده ملوش دور. فالنهاردة لما انتي ما فكرتيش انك تخلقي له دور ولو حتى وهمي مع ولاده شافوكي انك ست قوية ومفترية، وان هو راجل غلبان ومش في ايده حاجة يعملها. فانتي محتاجة انك تبدأي تاني تغيري من اسلوبك معاه قدام ولادك، لان خدي بالك ولادك الصبيان لو اتعودوا يشوفوا ابوهم يعامل هذه المعاملة هيتعاملوا كده من ستاتهم. فربي ولادك يبقوا رجالة وعندهم شخصية عشان ما يطلعوش ضعاف زي والدهم. وبرضو أنا رأيي إنك انتي برضو شديدة شوية، يعني عشان نوصل كده لما يتخانقوا معاه يقولك في إيه؟ اتفضل معداوي في إيه يا حاج؟ حاسة إنك شادة قوي معانا يعني فكيها كده شوية، خليكي أنعم من كده حب. معانا رسالة صوتية نسمع كده. مساء الخير يا دكتورة. أنا مشكلتي إني مش عاوزة أبقى سترونج اندبندنت زفت ولا حاجة. أنا بس شفت مفيش فايدة في الرجالة قلت أتصرف أنا لا متجوزة ولا عندي عيال، لكن عندي إخواتي صغيرين سابهم لي أبويا وأمي بعد ما توفوا. أخويا الكبير قال لي أنا عندي بيتي وشيلتي تقيلة، راعي إخواتك وربيهم، وديك أهو لا متجوزة ولا وراكي عيل ولا تايل. ونزلت أشتغل عشان أربي إخواتي، وبقيت أب وأم من غير ولا جواز ولا خلفة. وكل ما واحد يفكر يرتبط بيا ويعرف ظروفي يهرب ويقول لي وانا مالي، اشيل شيلة مش شيلتي ليه؟ وخلاص قربت عنس بسبب اخواتي اللي طلباتهم ما بتخلصش، وكل ما بيكبروا بتكبر مشاكلهم وانا بكبر معاهم وعمري بيتسرق. هم فرصهم في الحياة بتزيد لكن انا فرصي بتقل. ساعات بفكر اني ضحيت زيادة عن اللزوم، ومش عارفة في المستقبل إخواتي هيقدروا التضحيات دي ولا كل واحد هيفكر في نفسه. هل أنا كنت صح لما قررت أكون كل حاجة بالنسبة لإخواتي ولا نفسي ليها عليا حق؟ محدش بيلوم نفسه على إنه إنسان كويس. انتي إنسانة كويسة جدا، والواحد ما بيعملش للبشر، الواحد بيعمل لربنا. انتي لما أخدتي بالك من إخواتك الصغيرين انتي عملتي ده لله ولإخواتك، لكن إنك تضيعي حياتك علشان مستنية إن هم يقدروا انتي غلطانة. احنا ما بنعملش الخير للناس وبنستنى التقدير منهم، لأ، احنا بنعمل الخير للناس ونستنى رضا ربنا علينا. فانتي ما تعتبريش انك بتدفعي النهارده تمن انهم بكره يسالوا عليكي، لا، انتي اللي بتعمليه ده بتعمليه لله، ان شاء الله يبقوا كويسين ويسالوا عليكي. لكن لازم ترتبطي، لو جاتلك فرصه للارتباط ارتبطي. ممكن تكون سقف احلامك في الاختيار لازم يعني ينزل شويه لان عندك ظروفك، بس هما كمان بيكبروا. مش هيجرى حاجة لو أخدتي إنسان ظروفه برضو مماثلة ليكي، أو يكون سنه أكبر شوية أو لكن إنك أنتي تضيعي حياتك لما تجيلك فرصة، أنا مش مع كده. لا طبعا، إحنا ممكن نعمل ده وده، ناخد بالنا من إخواتنا ونعمل المسؤوليات اللي حتى مش علينا، وفي نفس الوقت إحنا كمان نعيش. أطلع فاصل؟ حاضر، نطلع فاصل وارجع لكم تاني، ابقوا معنا.